عمرك خدت بالك إن في ناس بتفرح؟ بتفرح، بس مش بنجاح حد، بتفرح لما حد يقع. أول ما يسمع فلان خسر شغله، فلان طلق، فلان فشل، تلاقيه يقول أنا كنت حاسس، أصل ده ما ينفعش، أنا قلت من الأول. طيب ليه؟ ليه مستني اللحظة اللي غيرك يقع فيها علشان تثبت إنك صح؟ هو أنت بتعيش علشان تنجح ولا بتعيش علشان غيرك يفشل؟ في ناس بقت عايشة على أخبار غيرها، مستنية غلطة، مستنية سقوط، مش علشان تنصح لكن علشان تتكلم. والأصعب إن الكلام ده ممكن يدمر بني آدم. كلمة منك ممكن تكسر حد بيحاول يقوم، نظرة شماتة ممكن تقتل أمل كان لسه بيتولد. ممكن اللي انت بتتريق عليه النهاردة تبقى مكانه بكرة، نفس القصة ونفس الوجع، بس الدور هيبقى عليك. ربنا مش بيحب الشماتة ولا بيحب اللي يكسر غيره بالكلام. ربنا بيحب الستر وبيحب اللي يدعي لغيره حتى لو جواه غيرة. الغيرة شعور طبيعي، بس الشماتة دي مرض. فرق كبير بين واحد يشوف حد ناجح فيقول يا رب رزقني زيه، وواحد تاني يقول استنى بس هيقع. اختار انت عايز تبقى مين، لان اللي بيشمت النهاردة ممكن يكون بكرة هو القصة اللي الناس بتتكلم عنها. وما تنساش تصلي على النبي. سلام.